أنا سني. أدري بك. نعم. هل أنا من الضالين؟ هل أنا سوف أدخل جهنم أم لا؟ طيب أنت عندك علم يعني واصل لك علم وقد ألقيت عليك الحجة بمظلومية السيدة الزهراء أم لا تعلم بها؟ والله أعلمه جيدا أن الزهراء كسر ضلعها، وأن الخلافة اغتصبت من علي، وأن الحسن والحسين قتلوا شر قتلة، وأعلم بأن معاوية كان يلعن علي عن المنابر، وأعلم بأنه يوجد أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري كسحر الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. أعلم وأعلم وأعلم وأعلم. زين، يعني هذا كل زين. تفضل. هل أنا ضال؟ زين، بما وصلت لك الحجة بما فعله معاوية وما فعله أبي بكر وعمر، هل أنت تترضى عن هؤلاء مع الحجة الداحضة والبرهان القاطع قد وصل إليك؟ هل أنت تعتبرهم صحابة ورضوان الله عليهم تعتبر، أم إنك ماذا قولك في هؤلاء؟ أنا يا صديقي لا أترضى عنهم، ولكن لا ألعنهم ولا أسبهم. طيب جميل، يعني إنك ما بينك وبين الله، جميل، يعني إنك ما بينك وبين الله تقول إن هؤلاء الذين أذوا السيدة فاطمة بريء منهم ما بينك وبين الله، ولكن لا تلعنهم ولا تسبهم. أنا بريء من أفعالهم يا علاء، من الأمور التي فعلوها بالزهراء وما فعلوا بعلي رضي الله عنه، وما فعلوا بالحسن والحسين. أنا بريء من هذه الأعمال التي عملوها، ولكن لا ألعنهم، لأنهم مهما كان هم نصروا الرسول ولديهم إيجابياتهم أكثر من سلبياتهم. ألا ترى ذلك يا علاء؟ جميل، يعني مع علمك بما فعلوا هؤلاء، إلا أنك لا تغلطهم في كل شيء، تغلطهم في جزء، وجزء آخر ترى فيهم خير. طيب بما أنك حسب هذا المنطق الذي جئت به، فأنا الآن أسألك سؤال حسب المنهج الذي جئت به والمنطلق الذي جئت به. إبليس في ذلك العهد عندما اختلف مع الله كانت إيجابياته أكثر أم سلبياته أكثر في ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت إبليس كان من أكبر العباد لله سبحانه وتعالى، كانت إيجابياته أكثر من سلبياته، وبمجرد أنه تكبر فقط. أحسنت. فلماذا منظومة السماء قد طردته وإيجابياته كانت أكثر من السلبيات حسب فهمك؟ أنه كفر وتكبر على الله سبحانه وتعالى. احنا الآن ليس بصدد ما هو نوع احنا ليس بصدد ما نوع فعل إبليس، ما هي النوعية، ولكن احنا بصدد أنت جئت لنا بميزان تقول هنالك إيجابيات أكثر، لا نلعن الشخص لكون له إيجابيات مهما كانت الإيجابيات، وله سلبيات أقل مهما كانت السلبيات. ليس نحن بصدد نوع السلبية ونوع الإيجابية. فحسب هذا المنطلق الذي جئت به إن إبليس كانت له وكل الذين طردهم الله كانت لهم إيجابيات أكثر من سلبياتهم، كل الذين مروا أغلبهم إن لم يكن. زوجة نوح كانت امرأة، ولكن في نهاية المطاف لها كلمة واحدة إنها فعلت أو إنها سايسة القوم، لها سلبية. الزبير كانت له إيجابيات كثيرة. الكثير من الصحابة الذين ذكرهم النبي إنه بريء منهم، حتى هو يقول إلهي أصحابي، فيقول له لا تعلم ماذا فعلوا من بعدك أي لهم إيجابيات كثيرة كانت مع النبي، ولكن بعد النبي انقلبوا. هذا ليس ميزان يا أخي، هذا ليس ميزان.